ياسمين عز ورضوى الشربيني أصحاب مواقف عكس بعض خالص، واحدة مع الراجل لحد الجرس وواحدة مع الطلاق من أول نفس. اخترنا لكم 10 مواقف كان رأيهم فيها مختلف تماماً، وانتي بقى في إيدك تختاري تكوني مع مين، وهنستنى في التعليقات تقولوا مين اخترتوها أكتر وخدت كام من 10. ياسمين عز اتكلمت عن فكرة الطلاق وقالت الراجل طبعه شديد ومندفع وحمش، لما يضرب الست مرة و2 و10 وتطلب الطلاق وتتطلق هتكون البيوت فاضية. احتوي جوزك عشان المركب تعدي يا طيبة قلبك يا ياسمين. أما رضوى الشربيني بقى فقالت الست اللي ما تلاقيش راحة في الجواز لازم تتطلق فوراً وتتجوز راجل تاني، وهكذا لغاية ما تلاقي الراحة، حتى لو اتجوزت 4 أو 5 رجالة. 4 5 وماله، تتجوزني يا أخويا. طيب وعن موضوع الضرب وتحديداً مشكلة عروسة الإسماعيلية، ياسمين قالت مش معقولة عروسة الإسماعيلية تبوظ فرحة العمر بسبب موقف مش عارفين تفاصيله. أما رضوى الشربيني فكان موقفها حاد وقالت ضرب عروسة الإسماعيلية ده العادي لما الطور ينطح البهيمة في الزريبة، لكن غير كده قطع إيد كل واحد يمد إيده على واحدة ست. طب بالنسبة للراجل اللي عينه زايغة، ياسمين عز قالت لو جوزك في علاقة تانية معناها إنه راجل محبوب، دي ناس تقول لها يا بختك. رضوى الشربيني بقى كانت واقعية وقالت هو في راجل مش بيبصبص، دول قعدوا يقولوا النظرة الأولى حلال وحرام عشان بس يبص البصة اللي تفصل البنت اللي معدية قدامه من فوقها لتحتها. هما وحشين للدرجة دي يا مثبت العقل والدين. طب وبالنسبة لقايمة المرأة، هنلاقي ياسمين عز قالت البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقول له اقلع الجزمة عشان السجادة، ده أنا أحط فساتين الماركات تحت رجله يمشي عليها. بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته؟ ما هو جايبها بفلوسه. طب ما بلاش الماركات يا ياسمين، بفلوس يا كلاب. أما رضوى الشربيني جابت من الآخر وقالت وراء كل امرأة عظيمة نفسها، وإن غابت نفسها فأمها، وإن غابت أمها فهي أختها، وإن غابت أختها فهي صديقتها، وإن غابوا كلهم فبترجع لنفسها. طب ما تعيش في جزيرة لوحدها يا رضوى أريح. اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني، يلا حط صباره كده وخلصني. طب بالنسبة للموبايلات، ياسمين رفعت الراية البيضاء وقالت الراجل من حقه يمسك تليفون مراته زي ما هو عايز، والست مش حقها تمسك تليفونه وتتجسس عليه. رضوى الشربيني بقى رفعت راية الاستقلال التام أو الموت الزؤام وقالت مش من حق الزوج يمسك موبايلها ولا الزوجة تمسك موبايله، لأن في مبدأ ثقة من البداية. طب وبالنسبة للي بيلعب بديله، ياسمين عز بكل برجماتية قالت الست المصرية الأصيلة هي اللي تستحمل عشان المركب تمشي. أما رضوى الشربيني فبكل حدة قالت اللي داخل يعقب نعمل له بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب. طب وبالنسبة للإخوات، ياسمين عز قالت ضروري الأخ يكون معاه جرس في البيت، لما يحتاج حاجة من أخته يحرك الجرس والأخت تخدمه. جرس يا ياسمين، هو بينادي أخته ولا بينادي الجرسون؟ رضوى الشربيني بقى ما سابتش حاجة وقالت كل شخصية مستقلة ومسؤولة عن نفسها، وضرب الفتاة في المنزل مرفوض شرعاً وقانوناً. هو إيه اللي جاب سيرة الضرب صحيح؟ طب بالنسبة لخطة اختيار الزوج المناسب، ياسمين عز اتكلمت بحماس شديد وقالت أجزم إن الراجل المصري أحن راجل على وجه الأرض. إحنا بطبعنا شعب طيب ورهيف الإحساس، طبيعي يكون حنين. مفتاح الراجل المصري معروف حاضر ونعم، هتمشي حياتك بحاضر ونعم، هيطبطب ويدلع من هنا للصبح. بس قوليلي ده مفتاح عادي ولا إنجليزي؟ اختي كده ينفع وكده ينفع. أما مع رضوى الشربيني فالموضوع مختلف. قالت اتجوزي الراجل اللي يخليكي سعيدة، اتجوزي الراجل اللي ما يخليكيش تلفي حوالين نفسك، اللي حتى لو هو مش موجود تحسي إنه موجود حواليكي وتحسي بأمان وإن عندك ظهر وسند. ونلاقيه فين ده يا ست رضوى؟ أنا عايزاه يجي وإن شاء الله يكون ابن حرام، ابن 60 كلب بس أجل. طب وبالنسبة للحقوق والواجبات بين الراجل ومراته، هنلاقي ياسمين عز جايبة من الآخر وهي بتقول الست اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة. أما رضوى الشربيني فقالت
الحقوق والواجبات تكون وفق الأصول اللي تربينا عليها، وهي المودة والرحمة. وأخيراً جينا للكلمات المقصورة. ياسمين عز قالت: البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. أما رضوى الشربيني فقالت: لا تجعليه كل حياتك، الرجل يحب المرأة التي تهمله.